15 مجرم معروفين باللي يتخباو وما يواجهوش. هيا خرجوا فيا في الوجه، جات العين في العين، ديت الرم. راني لقيت واحد الغار مشبوح، حجرة مقفلة. ريح في هذيك الوضعية، ريح في هذيك الوضعية. من اليوم بتاعك من الراس، نقول تحت عندك. عندكم منذ شهر طيحتوا 7 إرهابيين، واليوم كملتوا 7 حيين. هذه نتيجة برهنت باللي المجموعة هذه نتاع الإرهابيين انتهت، كلها دمرت. الإرهاب الهمجي الذي اقترفت عناصره أفعالا شنيعة في حق الشعب الجزائري، كانت الجزائر قد أدركت مبكرا خلفياته وأبعاده، وسعت عبر كل القنوات لتحذير العالم برمته من نتائج هذه الآفة المدمرة للشعوب والدول. وبفضل موقف الجزائر وصرامة جيشها الوطني الشعبي وتضافر جهود أبنائها المخلصين، تم إفشال كل المخططات الخبيثة لهذه الآفة. ولا يزال بواسل جيشنا الوطني الشعبي يواصلن جهود القضاء على بقايا الإرهاب واجتثاث آخر جذوره، وذلك وفق استراتيجية فعالة تعتمد على الانتشار المحكم لمختلف وحدات والمفارز العسكرية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية بغرض إحكام السيطرة في الميدان وتجفيف منابع التمويل والتموين وشبكة الإسناد. نتواجد الآن بغابة وادي الدوار ببن زيد بالقل بولاية سكيكدا. هذه المنطقة بالذات كانت مسرحا للعملية النوعية التي نفذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي على مرحلتين. البداية كانت بتاريخ 19 فبراير 2022، حيث تمكنت الوحدات المشاركة في هذه العملية من القضاء على 7 إرهابيين، وتواصلت المهمة إلى غاية تاريخ 16 مارس 2022. فبفضل الإغلاق المحكم والتمشيط الدائم تم القبض على 7 إرهابيين واستخراج جثة لإرهابي آخر، مع استرجاع عدد من الأسلحة والذخيرة ومعدات أخرى. تفاصيل هذه العملية التي دامت قرابة شهر كامل تكتشفونها معنا في هذا الروبورتاج. انطلاق العملية كان يوم 18 فبراير 2022، وجاء نتيجة الاستغلال الجيد للمعلومات والتتبع الدائم والمستمر لتحركات هذه المجموعة الإرهابية إلى غاية التأكد من تواجدها بمنطقة وادي الدوار. حينها قامت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي التابعة للقطاع العملية لسكيكدا بالناحية العسكرية الخامسة بتطويق المنطقة وتجديد الحصار على الجماعة الإرهابية. بالنسبة لعملية التفتيش تاعنا اليوم نركزوا على الصخور الكبيرة، المغارات، الغابة الكثيفة، الشعاب ذات غمق وأحراش كثيفة، ومصادر المياه. نتيجة للضغط المتواصل على الجماعات الإرهابية من خلال تنفيذ عدة عمليات على مستوى القطاع العسكري سكيكدا، خاصة المنطقة الغربية منها بن زيد
واد الزهور، عين قشرة وجبل القوفي. واستغلالا للمعلومات الواردة من القيادة العليا بخصوص تحديد منطقة نشاط المجموعة الإرهابية التابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وعددها 15 إرهابي، تم برمجة عملية في منطقة واد الدوار طبقا للأمر الخاص لقائد القطاع العسكري سكيكدا بتاريخ 17 فيفري 2022 بمهمة تطويق والتمشيط والتفتيش لمنطقة بواد الدوار يوم 18/2/2022. بعد التطويق والغلق المحكمين للمنطقة، شرعت مفارز للجيش الوطني الشعبي المشاركة في هذه العملية في معالجة المنطقة بالنيران تمهيدا لعملية التمشيط والتفتيش. عملية التمشيط تتطلب الكثير من الحيطة والحذر. يتحرك الأفراد وسط الأدغال، عين تراقب موضع القدم وأخرى تمعن النظر في المسالك وسط الأحراش، والأصابع لا تغادر الزناد تحسبا لأي اشتباك مع المجرمين. خطوات محسوبة وتنقلات مدروسة، فالعدو غير مرئي، وعامل المفاجأة في مثل هذه التضاريس يكون على مسافة قريبة، وتبقى خبرة وحنكة الأفراد في ظل التحضير القتالي المستمر هي التي تصنع الفارق دوما. من كل ناحية كي هذاك الفوجئ الحق لينا حتى واش كنا قدامه، هل هما ما طاقوش يهبطوا منه وما نقسموا شويه يهبطوا منا وشويه يهبطوا منا، كي تقدموا هذو مسافة زادوا تقدموا هذو يسمى تقدموا بالخطوات، اسمها هذا يغطي على هذا. هنايا كان الاشتباك قضاء على المجموعة الإرهابية. الجبهة تاع التمشيط كانت ممتدة على اليمين تاعنا حوالي 300 متر وعلى اليسار تاعنا حوالي 300 متر واحدة أخرى. التقدم كان من المرتفع هذا اللي راهو مورانا، تشكيل خطي، احتلت السيرية الجبهة المسندة إليها من طرف القيادة حد يمين حد يسار. التقدم في اتجاه الأعمال هو اللي هو الواد. التشكيل كان خطي باش يسمح لنا باستهداف المناطق المشبوهة والمغارات المكلفة السيرية التفتيش تاعها. كي لحقنا المنطقة هذه كان عندنا الفرد الأول تاعنا اللي كان عنده الكونتاكت مع المجموعة الإرهابية. نعرف الأول كيف كانت بداية الاشتباك مع الجماعة الإرهابية؟ الأول كنا عاطين راتيساج نورمال كالعادة، كنا في عملية تمشيط. لحقت قدمنا شوية لوحدة الروشي أو هنا لتحت قدامنا، شفت واحد لي ساكادو شويه يبانو كيما هكذا، بلغت القياده تاعنا واللي حاكميننا، هيا عطاونا الامر باه نزيدو نفتشو مليح البلاصه هذيك. قدمنا باش قدمت باه نفتش البلاصه هذيك، هيا خرجوا فيا في الوجه، جات العين في العين، ديت الرمي، بدينا الاشتباك. الحمد لله يا رب العالمين، ربي عطانا القوه باه قضينا عليهم، وكان التير مركز عليهم تما، كانت عندنا كثافه في التير وكان التير مركز عليهم هما الخاصه، هيا قضينا عليهم الحمد لله رب العالمين، ربي نصرنا عليه. كي تقدموا هذو خرجوا جيت هذا طلق رصاص. بدا الاشتباك. انا اسمها بالنسبه لي واش شفت في اسمها اخر حاجه شفتها كي صرا لي الاشتباك وبدا الرصاص. انا شفت كاين اللي راهم طايحين من الافراد تاعنا، بصح ما على باليش حي ميت مجروح. حضرة النقيب، ما هي ظروف الاشتباك، وخاصة ركزتي على نتائج هذا الاشتباك؟
الاشتباك كان أثناء عملية التفتيش، تم تحديد الأهداف، تثبيتها والتعامل معها بالرمايات الدقيقة من طرف الأفراد، خصوصا اللي يكون عندهم كونتاكت فيزيال معهم. الرمايات كانت كثيفة ودقيقة على الأهداف، مع الكفاءة والتدريب تاع الأفراد ما استغرقناش فترة طويلة نسبيا القضاء على المجموعة الإرهابية. النتائج كانت القضاء على 7 إرهابيين واسترجاع 6 أسلحة كلاشينكوف وبندقية قناصة، بالإضافة لبعض المعدات الاتصال وأجهزة الرؤية. بعد الاشتباك يوم 19 فيفري 2022 مع المجموعة الإرهابية والقضاء على 7 من أفرادها، تواصل إصرار أفراد الجيش الوطني الشعبي على ملاحقة باقي المجموعة المقدرين ب8، وفقا للمعلومات التي أكدت قبل بداية العملية أن عدد المجموعة كان 15 إرهابيا. وبأمر من قيادة الناحية العسكرية الخامسة تم تدعيم القطاع العسكري سكيكدا بوحدات قتالية من القطاع العسكري جيجل بقيادة قائد القطاع العسكري بمهمة تعزيز إحكام الغلق وتجديد القبضة حول منطقة تواجد باقي الجماعة الإرهابية، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة المتعلقة بعملية نزع الأحراش الكثيفة من الشعاب الوعرة ذات الطابع الصخري المحاذية للواد. صعوبة المنطقة المعروفة بتضاريسها الجبلية الوعرة وكثافتها الغابية يستدعي استعمال آليات لفتح المسالك ضمانا لنجاعة عملية التمشيط وتسهيل تضييق خطوط الغلق. عملية المحاصرة والتمشيط تستمر لعدة أيام أخرى، ما يتطلب تدعيما للوحدات المشاركة نظرا لصعوبة الميدان وشساعة المنطقة، كما أن المجموعة الإرهابية المتبقية وبعد تلقيها لضربة موجعة ستلجأ إلى كافة الطرق والحيل الممكنة للفرار أو الاختباء. بعد نهاية الشوط اليومي للأعمال القتالية الخاصة بأفراد التفتيش والتمشيط، ينال هؤلاء الرجال قسطا من الراحة على مستوى منطقة المبيت التي يتداولون على حمايتها، فيما يواصل زملائهم عملية الغلق والتطويق لمنطقة العمليات ليلا نهارا. في ظل هذه الاحتمالات اتخذت قرارات من طرف القادة الميدانيين عززت من فعاليات محاصرة المجموعة وإبقائها داخل نطاق التطويق، كما فعلت عملية التمشيط اعتمادا على خبرة هؤلاء القادة في التعامل مع مثل هذه المواقف. استمرت عملية التمشيط لعدة أيام، وتطبيقا لتعليمات القادة الميدانيين للعملية تم التركيز على حوافي الوادي والصخور. التمشيط في مثل هذه الحالات والعمليات لا يقتصر على التنقل من منطقة إلى أخرى، بل يتطلب الكثير من اليقظة
ودقة الملاحظة بحثا عن قرائن دالة على مرور المجموعة الإرهابية أو احتمال اتخاذها مخبأ لها. راني لقيت واحد الغار مشبوه، حجرة مقلبة. ريح في هذيك الوضعية، ريح في هذيك الوضعية. اما الجواب بتاعك واما الراس تقول تحت عندك. بعد الاشتباك مع الجماعة الإرهابية والقضاء على 7 عناصر منها، تسللت باقي الجماعة عبر مسلك الوادي واتخذت من هذا المكان مخبأ لها، إلا أن عزيمة وقوة وانضباط أفراد الجيش الوطني الشعبي مكنتهم من اكتشافها. خبرة هؤلاء الأفراد في مكافحة الإرهاب أكسبتهم تجربة في تقفي آثار المجرمين وتتبعها. التجارب الميدانية لقنتهم ألا يتجاهلوا أي حجر أو صخرة، وأن يدققوا في كل أثر، فتحريك صخرة عن مكانها هو إنذار عن وجود خطر ما. يحضر معنا بعض الأفراد من الجيش الوطني الشعبي المشاركين في هذه العملية. حضرة النقيب، كما رانا نشوفوا من الصعب اكتشاف هذا المخبأ، كيفاش حتى اكتشفتوه؟ اكتشفناه بعد عدة أيام من عملية التمشيط. كانت عملية التمشيط متواصلة يوم بعد يوم. في اليوم هذا بعثنا الحظيرة تاع كشافين، كانت قبل التشكيل. تم الكشف بعد من طرف فردين من التشكيل، كشف المخبأ هذا. عاود خبر قائد فصيلة تاعو، ومن بعد عاود خبرني، عاود خدمنا بالتشكيل كامل. كنا من طريق المكان 100%. حاولت انه ندير فراتمون. كي عاود حبش نتريتي بالجرونات تكلموا معايا. كانت ردة فعل من الإرهابيين. ردة فعل من الجماعة الإرهابية. قال لي سي بون، قال لي حبس، رانا محاصر، رانا ما نقدروش نتحركوا. من ثم بعد بدينا نخرجوا في الأسلحة. خرجنا الأسلحة تاعهم، تكلمنا معاهم، خرجوا الأسلحة تاعكم، خرجوا الأسلحة تاعهم، وبعد خرجناهم. ما كانتش ردة فعل عنيفة منهم؟ كانوا متوقعين 100%. ما عندوش منين يتحرك، ما عندوش لا مجال باش يتحرك. شكون اللي اكتشف المخبأ؟ الحظيرة الأولى تاع الكشافين. أثناء تفتيش المنطقة كان عسكري تابع للحظيرة تاعي اكتشف هذا المكان المشبوه، بلغني. بعدها بعد ما اكتشفت انه هذا المكان مشبوه وباللي كاين قرائن دالة تثبت انه كاين عدو لهنا، بلغت قائد المفرزة، وهو امرنا انه نبقوا كما رانا. طوقنا هذيك المنطقة حتى جاء هو، وبعدها قمنا بالإجراءات اللازمة لاستخراج هؤلاء المجرمين. كيفاش حتى اكتشفتوا هذا المخبأ؟ كيف اكتشفتوه؟ ما هي الإجراءات اللي درتوها باش طوقتوه وسيطرتوا عليه؟ احنا جينا في حظيرة هابطين نفتشوا في المنطقة. كنا كربعة كشافين في الأمام نفتشوا، حتى لقينا صخرة، لقينا حجرة مقلبة، شكينا فيها. هبطنا، بلغنا قائد فصيلة بلغ قائد مفرزة، قالنا ما ديروا والو حتى نحضر. الحق قائد مفرزة، طوقنا المكان، درنا التشكيل تاعنا، رقناه. ومن بعد هبط، قالنا عطانا امر، قالنا اهبطوا زيدوا فتشوا واش الشيء اللي نشوفوه لازم نبحثوا عليه وش هو هذا، تاكدوا منه. هبطت انا وكانوا معايا 2 كشافين من ورايا. الوقت اللي جيت هابط راب بيا حجرات، هبطوا بيا، ظهر باللي تاكدنا باللي هو غار. كانوا يرتبوا رواحهم باش يمشطوا هذيك. من بعد كي بداو يتحركوا لحقوا عند الغار، واحد فيهم سمعناه يقول او كاين غار هنايا. رجعنا شفنا المكان، هبطنا من جهه الصخره من تحت، طلينا شفنا الغار كيفاه راهو داير، وانا اللي تساعدنا البلاصه باش نقدروا نشوفوا الغار هذا كيفاه نشوفوا واش كاين.
لقينا البلاصه صعيبه من تحت، عاودنا رجعنا من الفوق. الشيء اللي كي رجعنا من الفوق الحجر هذاك كي يراب عليه من الداخل تحركوا. واش قالوا لكم؟ واش كيف كانت ردة الفعل تاعهم؟ كانت ردة الفعل تاعهم كانوا احنا ما عرفناش واش اكزاكت شو راح يديروا. احنا وجدنا رواحنا كنا راح نرميو وراح نتريتيو. الوقت اللي سمعوا لي قرونات وسمعوا الحوايج هذوما قاعدين يعيطوا، سمعنا احنا العياط لداخل. قائد المفرزه قالنا حبسوا واحد ما يتيري، نهضروا معاهم، بداو هما يعيطوا لنا يقولوا لنا نتفاوضوا معاكم. واش تتفاوضوا معانا؟ قالوا لنا نسلموا رواحنا واعطونا الامان. علمنا انهم تنقنوا، رانا راح يقتلونا، رانا رايحين للقتل. فانا ناديت المجموعه اللي معايا، كنت في يعني حتى ما قدش نهدر، قلت لهم عيطوا قولوا لهم اننا نسلموا نفوسنا. فنادى الامير نتاعنا وهو أسامة أبو سفيان. مجرد أنه ناديت قوة الجيش الوطني الشعبي تم سؤالي من أنت؟ أجبت أنني أسامة. سئلت هل أسامة النغاسي؟ قلت نعم. طلبت منهم أن يعني يخاطبوني القيادة، قيادي الذي في المكان هناك. حدثني أحد القيادات قال لي محدثك هو القيادي هنا. طلبت منه الأمان، أعطاني الأمان. قال لهم قائد فصيلة نعطيكم الأمان، تخرجوا لازم سلاحكم هو الأول. قالوا له صاي. النهار اللي بدا عطيناهم الأمان قالوا لنا نفتحوا الحجرة من تحت أو الباب لتحت، الغارة وضيق ما نقدروش نخرجوا، قالنا بالواحد ونخرجوا لكم السلاحات. العملية تاع إخراج الأسلحة وإخراج المجموعة الإرهابية، فتحوا كان الغار مبلع بالحجر، خليناهم حنا قلنا لهم اعطاهم قائد مفرزه اعطاهم الامر باللي يفتحوا حجره واحده ويخرجوا بالسلاح بالواحد وينحوا المخازن. خرجوا المخازن هما الاولى ومن بعد خرجوا السلاحات هما من بعد الثانيين. ومن بعد زدنا كي كملوا كلاشات قلنا لهم لي قرونات عندكم ولا لا؟ قالوا لنا عندنا. قلنا لهم افتحوا، نحوا الصاعق وحده ولي قرونات وحدها، فتحوهم وخرجوهم. كي كملنا لي قرونات خرجوا الحوايج تاعهم، بدينا كي شغل باش نخرجوهم. بعد ما كملنا العمليه خرجنا كامل الاسلحه. كانت عمليه التواصل شويه صعيبه معاهم خاطر كانوا تحت الغار كان الصوت ناقص شويه ما نسمعوش به. التحق نائب قائد القطاع وكمل معاهم الاجراءات باش يعاودوا يخرجوا. كيف راح يخرجوا بعد؟ اسكو يخرجوا من فوق ولا يعاودوا يخرجوا من تحت؟ بعد تلقي الامر من القياده على الاشراف على القبض على هؤلاء المجرمين تقدمت للغار. لقيت النقيب قائد المفرزه مسيطر على الغار، موزع افراده، كانوا رماوا الاسلحه تاعهم. تقدمت من الغار، خاطبت امير الجماعه اللي قدم نفسه على اساس انه امير الجماعه النغاسي ابو النغاسي. طلبت منه باش يسلم نفسه هو الاول، يخرج هو الاول من الغار. قال لي الغار ضيق وما نقدرش نخرج لانه ما زالوا 3 من افراد الجماعه قبله. قلت له اعطيني الترتيب تاع الجماعه. بدا يمد لي في الترتيب تاع الجماعه. كان عبيده الاول، موراه حذيفه، موراه ابو انس، يزيد النغاسي ويزيد الحاج ويزيد موسى والمدعو الشيخ عاصم هو في الاخير. بدات العمليه، كلفت النقيب بعث 2 أفراد امام الغار باش يقوموا بعمليه جذب او اخراج المجرمين. طلب مني الخروج. اولا تعذرت من الخروج اولا لضيق المكان، لانه احنا كنا المكان ضيق وجالسين بالدور. طلبت منه قلت له يخرجوا 3 ثم انا رابعهم. كان خروج الاول عبيده. بديت نحيا في الحجر، قلت له روح نحيا الحجر. كان تليفون تاعي اسامه هذا باش نضوي، كانت ظلمه. بديت نحيا في الحجر، بقات حجره كبيره في الوسط. قلت له روح نحيا عليه، يسمع خبطه ولا يقول قنبله ولا حاجه. قال لي عندك قنبله في دختو؟ ما عنديش قنبله. قال لي شحال؟ حنا عندنا قنبله واحده جرونادا. نحى الساعق هذاك رماها له فرغه باش ما تطرطقش.
نحيت الحجره، قعدت الحجره الاخرانيه قلت له هاي يدي زيد نحيت حجره كبيره، هذيك اسمها حجره كبيره ما قدرتش نجبدها، سمحنا درناها بالعاني باش راسي يخبطها برجوم كي قيسها ما تدخلش. انا عاود درت هكذا دخلت رجليا، قلت له حنخرج رجليا، قلت له نطبع، قلت له باقي نقيس قدنا، طبعتها درجت الثانيه كيف طروفه، قلت له الطروفه، قلت له باقي نقيسك، قال لي خلاص غير رميتها، قال لي خرج بيدك، قلت له ماشي مشكل نخرج بيدي، تسمع يقول لك عنده سلاح عنده مسدس عنده كشبيه هكذا، خرجت انا الاول. ثم حذيفة من البرارات دلس كذلك. اطلع صحيح. ثم الحاج زموري. ماشي نقاسي. شكون هذا؟ شكون انت؟ هضر معايا. واسمه شكون انت؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون انت؟ واسمك الحاج كيفاه؟ الحاج كيفاه؟ عبد الحق. ثم أنا رابعهم. ثم أنس السطيفي. بالعقل واسمك انت؟ واسمك؟ أبو أنس. روح أبو أنس روح. مازال واحد. ثم موسى من الخميسة ضواحي خميس الخشنة. هيا روح وليدي روح. سرقوا بشويه ابو هيا اجبد يعني مليش خليه يوقف، خليه بشويه يعني خليه بشويه. طيب شد فيا ثم الشيخ عاصم من المدية. اعطيت تعليمات للنقيب باش اول حاجه يخرجوا يديهم ويبداوا الافراد يفتشوا مليح. من بعد درنا نقطه تجميع تاع المجرمين هذو، خرجناهم كي تاكدنا منهم جميعا. بقى معنا ابو طيب النغاسي امين الجماعه، ديناه نعت لنا المجرم الثامن اللي كان توفى بعد 10 ايام متاثر باصابه، كان على مسافه قريبه جدا من الغار. جبدناه ومن بعد واصلنا باتجاه مركز القياده. كيفاش كانت حالتهم الصحيه كي بديتوا تخرجوا فيها؟ الحاله الصحيه كي كنا نخرجوا فيهم كانت البنيه الجسديه جد متدهوره. كاينين 3 منهم ما قدروش يوقفوا على رجليهم. اعطيناهم، كانت معنا بعض الاغذيه، اعطيناهم بعض الاغذيه اللي كانوا قادرين يتمشاو سايسناهم ومشيناهم، اللي ما كانوش قادرين كلفنا بعض العسكريين بالحمالات المسعف وطلعناهم من مركز القياده. قبل ما يجيبوا السرير رفدوني على اكتافهم، حملوني على اكتافهم في وسط الخرش، ما مسنتنيش خرشه هكا، ما خمستنيش اي خرشه هكا، ما خمستنيش رفديني وين اكتافهم، خاطر يرفديني واكتافي. وجوني واحد الافراد ولد ما شاء الله قوه وصحه، يرفدني كانه رفد واحد عنده صبي، يعني حس يجري في العقبه. قدمت هزيت ابو عاصم من الغار، كانت الحاله تاعو مش طايق يمشي، هزيته على ظهري طلعته حتى الطريق تاع الترابي، لانه الاخلاق العسكريه ما تخليناش نتعاملوا معاهم هكذايا. رفدناه طلعناه حتى للفوق. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقدم لكم في تهانيه الخالصة ويشجعكم كل التشجيعات. واصلوا بنفس التضحيات ونفس العزيمة ونفس الحماس للقضاء على هذه الآفة. على كل حال الإرهاب انهزم، الإرهاب انهزم بفضل وقوف أولاد الجزائر. العملية لم تنتهي بتوقيف هؤلاء المجرمين، بل تستمر إلى أيام أخرى.
تم من خلالها استغلال المعلومات والاعترافات التي أدلى بها عناصر المجموعة الإرهابية لاكتشاف العديد من المخابئ تحتوي على مؤونة وأسلحة وذخائر منتشرة في عدة مناطق كانت تنشط بها هذه المجموعة الإرهابية. هو وجه آخر من أوجه الإرهاب يتمثل في شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية، والتي تعتبر عصب حياة هذه الجماعات الإجرامية والتي ساهمت في إطالة عمرها. المقاربة الناجعة التي انتهجتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تجفيف منابع التمويل وعزلها أدى إلى إنهاكها وإفشال خططها الإجرامية، فأضحى نشاط فلولها يقتصر على الصراع من أجل البقاء. اعترافات هؤلاء الإرهابيين أقروا من خلالها خطيئتهم تجاه الوطن والشعب، كما فضحوا تواطؤ منظمة رشاد الإرهابية مع باقي الجماعات الإرهابية الناشطة داخل وخارج الوطن، وأسقطوا بذلك القناع لنشاطاتهم المشبوهة وأماطوا اللثام عن حقدهم الدفين. مضمون الرسالة بدايتها هو تطمين العربي زيتوت أنه لم يتم التواصل معه علنا لكي لا يتم إحراجه أو إذايته من طرف البلد المقيم فيه، وكذلك تطمينه بأن التواصل معه هو تواصل آمن عن طريق وسيط ثقة. مضمون الرسالة عموما هو طلب التعاون والتعامل، وبالمقابل دعم من طرف حركة رشاد لإسقاط النظام، استغلالا للحراك الشعبي أو ما يراه هو مناسبا والتنظيم كذلك مناسب، أو بالأحرى النقاط التي يتم التوافق عليها. كما ذكرت هو طلب العون والدعم والتعاون لإسقاط النظام. هنا بوادي الدوار وفي كل شبر من ربوع الوطن يواصل أفراد الجيش الوطني الشعبي مهامهم النبيلة، من مكافحة لفلول الإرهاب إلى حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، خدمة للوطن ووفاء لعهد الشهداء وللقسم الذي أقسموه على أنفسهم، إلى أن تقتلع آخر براثم من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر واستقرارها.